سلام، اليوم مع سر الكوزينة جيتكم بالشوفلير. رايحة نمد لكم مكون سري يعطيه بنة خيالية حتى الولاد الصغار يعجبهم ورايحين ياكلوه. نبداو على بركة الله. بسم الله. نجيب راس تاع شوفلير، نحيت هذوك الزهرات، من بعد حطيته في غيسيبيون، حطيت عليه كمية من الماء وحطيت عليه شوية نتاع خل وخليته حوالي ساعة، من بعد نولي ليه. نروح نحضر لاصوص بلونش. في ان كوكوط حطيت شويه نتاع زيت وحطيت قطع من الدجاج. ديما نقولكم السر تاع لي صوص بلونش باه يجيوكم ملاح وبنان، لازم الدجاج تاعكم تحمروه مليح على الجهتين. من بعد ضيفوا حبه بصل، انا قصيتها شرائح باسكو من بعد رايحه نرحي كلش بالبرا اللي ما عندهاش ترحي. وضفت معها ثاني ربع سنات نتاع ثوم وشويه نتاع ملح، قليتهم شويه. ديما قليو على نار ذليله. من بعد غطيو برك مليح ونقصوا للنار. دوك البصل وحدها رايحه تطلق الماء نتاعها باسكو درت لها الملح، دوك تتقلى في الماء نتاعها. راكم تشوفوا البصل تاعي ذبلت وتقلات لي. هنايا الدجاج مازال ما طابش، نحيه نحطه جانبا. بعد ما نحيت الدجاج شوفوا البصل كيف تحصلت عليه. هنايا نجيب البرا ونرحي هذاك البصل والثوم. رايحين تتحصلوا على مرق يكون خاطر ويجيكم صافي. راكم تشوفوا المرق تاعنا كيف تحصلنا عليه. بهذه الطريقه يجيكم بزاف بنين واسهل طريقه بالنسبه ليا. من بعد جبت كميه من الماء ومرقت عادي. كي تكملوا قلبوا قطع الدجاج باسكو الدجاج هنا مازال ما طابش، لازم نقلبوه. وحطيت معاه ثاني كميه من الحمص. اللي ما عندهاش الحمص على بالي راهو ندره يعني، ديروا كميه من الزيتون. وحطيت كميه ثاني من الكزبر وشويه فلفل كحل وشويه نتاع كركم من اللي عرفت باللي راهو مليح يعني للعظام وكلش، وليت ننصب به. وقلبت القدره تاعي يعني فوق النار وحطيتها تطيب حتى يطيب الدجاج ويطيب هذاك الحمص. نروحو دوكا للشوفلور. بعد ما نقعتو فيه هذاك الماء والخل نغسلو مليح، ومن بعد نجيب روبو ونرحيه في الروبو. كي ترحيوه راح تحصلوا عليه كيما البربوشه، يعني يولي بزاف رقيق. شوفوا هنايا كيف تحصلنا عليه. هذا هو الشوفلور تاعكم كيف راح تتحصلوا عليه. دوكا نروحوا للخطوه المواليه. نجيب ربع حبة تاع بصل ومعاها زوج سنات نتاع ثوم، شوية كزبر، شوية فلفل كحل وشوية كركم. بالنسبة للناس اللي ما تحبش الكركم تقدر تستغنى عليه. ومعهم ثاني ربع صدر تاع دجاج، هنا الدجاج ما تكثروش بزاف، وشوية نتاع معدنوس. راح نقولكم على المكون السري هو الزيتون. غير تزيدوا كمشه نتاع زيتون للشوفلور نتاعكم راح يتغير خلاص الذوق تاعو وتتغير خلاص البنه نتاعو. ميمكم ما تقولوش للعائله تاعكم ولا لوليداتكم باللي راكم تاكلوا في الشوفلور مش رايحين يفيقولوا. طيبوا بهذه الطريقه ورجعوا لي الخبر. نجيبوا روبو وحطيت جميع المكونات مع بعضهم وحطيت عليهم كميه صغيره من الزيت ورحيتهم. يعني هذاك الزيتون ثاني ارحيوه مع هذاك الدجاجه، انا رحيت كلش مع بعضه. راكم تشوفوا الخليط تاعنا كيف تحصلنا عليه. دوكا نجيب هذاك الشوفلور تاعي اللي رحيته وحطيت عليه هذاك الخليط تاع الدجاج، ومن بعد حطيت عليه حبه نتاع بيض، يعني ديروا حبه بيض كامله. وحطيت عليه ثاني زوج مغارف كبار تاع لا شابلور. انا لا شابلور ديما يعني نخدمها ونوجدها بالخدمه تجيني سهله. وحطيت عليها شويه نتاع توابل خاصه بالدجاج وخلط جميع المكونات مع بعضها. هذا هو الخليط، شوفوا كيف تحصلنا عليه. راح يجيكم خليط متماسك. دوكا نجيو نشكلوهم. نجيبوا بلاطو كبير ولا صحن كبير ونديروهم كويرات. تقدروا ديروهم صبيعات ولا ديروا الشكل اللي راكم حابينه انتوما. انا هنا حبيت ندير كويرات، يعني بلا ما نستعمل زيت ولا ماء ولا مباشره نهزهم برك ونشكلهم راحين يتشكلوا لكم. هادو هما الكويرات نتاعي. راح نوريكم طريقه كيف ديروا الفرينه. ما ديروش كل حبه وحدها، ولا جيبوا كميه من الفرينه رشوهم على هذوك البولات نتاعكم، ومن بعد حركوا برك البلاطو تاعكم ولا الصحن نتاعكم، حركوهم برك رايحين هذوك البولات رايحين يترمدوا وحدهم في الفرينه. هذه هي اسهل طريقه يعني باه تربحوا الوقت. كون يلصقولكم في البلاطو ولا غير حركوهم برك هكذا بيديكم ولا برك رايحين يتحركوا. كي تكملوا مره في مقلاة حطيت شويه نتاع زيت سخنته مليح، ومن بعد حطيت هذوك الكويرات نتاعي وشنو حمروهم مليح، يعني مش تصفروهم. راكم تشوفوا كيف حمرتهم، غير يحمروا لكم مليح نحيوهم. ديما نشفوهم مليح من الزيت، يعني نقطروهم ونحطوهم في بابي سويتو باه يشرب لنا هذاك الزيت. هنايا الحمص تاعي سيبون راهو طابلي. من المرقه تاعي راكم تشوفوا كيف تحصلت عليها. انا ما نحبش نمرق بزاف، مي اللي يحب المرق يعني يقدر يدير اكثر من هكذا عادي. وميم ثاني الدجاج هنا راهو طابلي، نحيته حطيته جانبا. قلبت هذوك البولات نتاع الشوفلوغ اللي درتهم على هذاك المرق، ومن بعد غطيت وقلبتها على النار. هنايا يقلبوها قيس 20 دقيقه ولا باسكو كلش طايب، قيس ما تتجمر برك وتشرب لكم هذيك لاصوص حوالي 20 دقيقه ولا برك هذا مكان.
راكم تشوفوا هنايا بعد ما طابوا لي، شوفوا كيفاش حصلت عليهم. درت لهم كميه صغيره من لاكريم ليكيد، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليها عادي. ودرت كميه صغيره تاني من المعدنوس، كي تقولوا صوص بلونش لازم كميه من المعدنوس. ومن بعد زدت غطيت عليها. دوكا نروحوا لصحن التقديم. بعد ما قدمته درت له كميه صغيره من لاكريم ليكيد، ودرت عليه رشه صغيره نتاع معدنوس، وثاني كميه صغيره نتاع عصير الليمون. يعني كي تقولوا لي صوص بلونش لازم المعدنوس، لازم القارص يخرجوا بزاف ملاح معاهم. ما بقى نقول لكم غير شهيتكم في الجنه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وعلى بروشين ان شاء الله.